العيش البلدي اللي احنا بنعمله مش شمسي، بيطلع عادي في الظل. حاجة كده في منتهى الطعامة واللذاذة. هنوريكم الطريقة كلها من أولها لآخرها، تابعوا معانا لآخر الفيديو. بسم الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة طبعا بنغربل الدقيق، بس دي كمية كبيرة. احنا بنعجن في العجان اللي هو بتاع الكهرباء. العجان بيشيل تقريبا حوالي 20 كيلو، بس احنا مش بنحطهم كلهم يعني. بنحط يعني مش بنملى العجان لآخره عشان ما يبص، يعني بنحاول على قد ما نقدر ان العجين يكون مناسب لحجم العجان. هنا بقى بعد ما بنحط المية والدقيق بنحط خميرة فورية والملح بس. هو كده العيش، ما بنحطلوش اي حاجة تانية. النوعية دي بالذات من العيش ما بنعملهاش خميرة من بالليل زي العيش الشمسي ولا كده. مجرد ان احنا بنحط دقيق، مية، خميرة وبس. طبعا المية في الاول بتبقى كمية يعني مش كتيرة، وبنحط الدقيق كمان بالتدريج، وبنشوف العجين زي ما بيحتاج بنحط له يا مية يا دقيق. العجان ده برضو لازم بنقلب الدقيق بايدينا، عشان في حاجات بتبقى في الجناب ما بيبقاش فيه معلقة او اي حاجة ممكن تساعدنا في الموضوع ده غير الايد. يا جماعة بنبدأ نقلب بالايد بالشكل ده باستمرار عشان العجين ما يكلكعش في ناحية، لان العجين لو كلكع في الاول خلاص بعد كده ما بنعرفش نتصرف فيه، او ما فيش اي حاجة يعني هتعالجه. لازم من الاول بنبدأ التقليب بالشكل ده، وبنسيب العجان بتاخد حوالي ساعة الا ربع عشان تخلص العجين. طبعا زمان كنا بنعجن على ايدينا وكان الموضوع متعب بصراحة، بس العجان يعني ريحتنا كتير، وخصوصا ان احنا بنخبز كميات كبيرة سواء عيش شمسي او عيش ظلي. يعني العيش ده بيعتبر من اسهل انواع العيش وابسطها خالص، ما بياخدش غير مية وملح ودقيق وخميرة فورية مش اكتر. طبعا العجان هنا بتتحرك كتير قوي قوي، فبنضطر نحط تحتيها اي حاجة قماش عشان تثبتها مكانها، وعشان ايه ما تتحركش من تقل العجين عليها. بقى بعد ما العجين خلاص بيبقى خمر، احنا هنا بنقول بنطب العجين. لازم نعمل الموضوع ده، معرفش ليه بس هو كده يعني. سواء عيش شمسي او العيش ده بن بنطب العجين بالشكل ده. طبعا انتوا سامعين الصوت. بناخد بس ميه كده في ايدينا عشان يبقى الموضوع سهل. العجينه بتاعت العيش ده طريه جدا يا جماعه، بتبقى بتلزق كده في الايد سواء عيش شمسي او عيش ظلي. ما بتبقاش عجينه زي الفينو والفطاير والحاجات دي. طبعا احنا بنغطي العيش، بنحط عليه صينيه كبيره زي ما انتوا شايفين، وبنحط عليه اي حاجه تقيله لحد لما يخمر وحجمه يتضاعف في الحله اللي احنا عجنا فيها. هنا بقى بنجيب احنا بنقول عليها مقارس او الاطباق. الورق دي احنا بنعملها من الورق عادي جدا، اللي هي عجينه الورق. الناس اللي عارفه عجينه الورق، الورق بيتقطع صغير وبيتبل ميه وبيبقى عامل زي العجينه كده، وبنعمله بقى في صواني او اي حاجه عشان يطلع لنا بالشكل ده. نحط عليها الرده عشان نحط عليها العيش عشان يخمر تاني للمره التانية، مش في الشمس بقى في الظل، بس بنحطه في مكان مقفول عشان حجمه يتضاعف ويخمر. ممكن بعد ما وشه ينشف ممكن تحطوا عليه مفارش مخصوصه للعيش، مفارش نظيفه يعني، عشان نخلي موضوع ان هو يخمر ده يبقى بسرعه بالشكل ده. طبعا بنحط كمية ردة كويسة عشان العجين بتاعنا زي ما قلت لكم بيبقى سايل نوعا ما، عشان ما يلزقش معانا في المقارس دي وما نعرفش نطلعه، عشان يبقى طلوعه سهل. وبرضه ردة مفيدة ومغذية يعني، بتبقى حلوة قوي يعني في العيش. طبعا العيش ده سهل جدا عن العيش الشمسي، بس فيه فرق. العيش الشمسي لما بنعمله خميرة من بالليل ما بيبقاش فيه خميرة فورية كتير، فممكن يقعد كذا يوم بره التلاجة ما يجرالوش اي حاجة، وبيبقى طري كمان. وكمان العيش الشمسي بيبقى فيه، احنا لما بنودي دقيق المطاحن بيبقى فيه نوعين دقيق. في دقيق ليه عرق قوي، وفي دقيق تاني معاه بيبقى زي دقيق البسكوتات والحاجات دي. فلما بنخلط الاتنين مع بعض فالعيش الشمسي يا جماعة ما بيبقاش اقول لكم عامل ازاي يعني، بس هو بيبقى تاني يوم تحسوه ان هو ناشف شوية كده، مش قادرين تاكلوه يعني. مش ناشف نشف، بس ناشف زي الحاجة البايتة كده. فده الفرق بين الاتنين. ده بيتخبز بقى وعايز يدخل الفريزر على طول او يدخل التلاجة على طول، يعني اخره يقعد لتاني يوم بالظبط. لكن زي ما قلت لكم العيش الشمسي ممكن يقعد كذا يوم عندنا هنا، وزمان كان بيقعد اكتر كمان. كان بيتحط
في شنط خوص كبيرة، فالخوص كمان كان فيه فتحات، فكان بيقعد لفترة طويلة ما يجرالوش اي حاجة. لكن دلوقتي عشان بقى الاكياس البلاستيك والعلب البلاستيك والحاجات دي ممكن يقعد يومين 3 بالكتير، وبرضه بيبدأ العفن ده يظهر فيه او الفطر يظهر فيه، يعني عشان دي نعمة ربنا. فده الفرق بين الشمسي والظلي. وكمان الشمسي ليه طعم مميز، يعني بيبقى تخين شوية من جوه. يعني هنا خلاص تقريبا قربنا نخلص يعني كله بالشكل ده. وكمان عشان نتأكد ان العيش خمر معانا كويس عشان ما ياخدش معانا وقت تاني في المرحلة التانية. العيش ده سهل جدا بقى، ممكن اي حد لو حابب يعمله في البيت، يعني مش هيحتاج منه شغل كتير. هنا بقى نقول بسم الله ما شاء الله كده. بصوا العجين معانا ملا الحلة. وهنا بقى هنبدأ ايه نحطه في شوية في الدقيق عشان ما يلزقش معانا في طبق دقيق، عشان نعرف نقرص العيش بالشكل ده. احنا لازم نعمل العيش بالشكل ده، يعني دي عادة من العادات. لكن العيش ده طبعا ينفع يتعمل سندوتشات، بيتفتح من جوه. الشمسي طبعا ما بيتفتحش، لكن ده بيتفتح عادي زي العيش اللي احنا بنجيبه من الافران، بس الفرق ان هو بيبقى تخين شوية عنه. انا شرحت لكم الطريقة تفصيلية، للي حابب يعمله في البيت هيلاقيه سهل جدا. يعني كل كيلو دقيق هياخد بما يعدل معلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من الملح، او معلقة صغيرة، يعني انتوا ممكن تدوقوا العجين وتشوفوه. والمية على حسب العجن، زي ما وريتكم العجين بيبقى طري وناعم بيلزق في الايد، بس يتعجن كويس. اي مخبوزات تعملوها لازم تتعجن كويس. وهينفع معاكم باي نوع دقيق متعدد اغراض او دقيق مخبوزات. هنا طبعا بعد ما خلصنا كل العيش هنسيبه عشان يخمر للمرة التانية. واول ما وشه ينشف، هو كده لسه وشه طري، هنغطيه بمفارش عيش عشان ايه يخمر معانا بسرعة. هنا بقى بعد ما العيش بتاعنا خمر، بصوا هتلاقوا العجين لما بنيجي نحطه على دي بنقول عليها مطرحة او بنرح عليها العيش، فهتلاقوا العجين بيترح معاكم بسهولة بسرعة. بصوا بالشكل ده. ودي الطريقة اللي احنا بنرح بيها العيش يا جماعة. انا معرفش اسمها هو احنا يبتقال عليه عيش مرحرح برضه عشان كده. وطبعا اللي هي المطرحة دي او الدايرة اللي شبه اليد بتاعة التنس دي بتختلف حجمها. يعني في ناس بتحب تعمل العيش اكبر من كده، فلما بيجيبوها من عند النجار بيوصلوا يعمل لهم واحدة مقاسها اكبر من كده. احنا بنحب العيش متوسط، يعني لا هو صغير ولا هو كبير قوي، بيبقى سهل في الشغل بتاعه، وغير كده بيتاكل بسرعة، يعني بيبقى افضل يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا العيش بيدخل على فرن سخن جدا، سخن يعني بيبقى سخن خالص، عشان العيش اول ما بندخله بيرتفع معانا. بصوا بالمنظر ده بيبقى مفقع يعني ما شاء الله. بصوا كل العيش اتنفخ معانا اول ما دخل الفرن بالشكل ده، ولونه جميل جدا، ما فيش اي حروقه ولا اي حاجه. واللي حابب يعمله في البيت زي ما قلت لكم برضه هيدخل الفرن البوتاجاز، هيبقى الفرن على اعلى درجه حراره، وبعد كده ظبطوا درجه الحراره شويه، يعني هدوها، بس لازم في الاول يدخل على درجه حراره عاليه. بين كل مره بنطلع العيش والمره التانية لازم بنكنس الفرن عشان الرده المحروقه. دي اللي بنحرك بيها العيش جوه الفرن اسمها جرافه او مجرفه، عشان الفرن ده بيولع من تحت ومن فوق، فلازم طبعا نحرك العيش عشان كله يستوي زي بعضه بالشكل ده. العيش طالع جميل ما شاء الله. حبايبي اللي نورتوني، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحة.